تخيل كده زعيم أو رئيس دولة بيبرر قتل آلاف الأبرياء أو تدمير بلد بالكامل ويقولك ده لمصلحة الشعب أو علشان الأمن القومي. تفتكر ده طبيعي ولا وراه حاجة أعمق؟ في نوع من التفكير اسمه الماكيافيلية، وده بيخلي الحاكم يشوف إن الغاية بتبرر الوسيلة. يعني لو عايز يحقق هدف، حتى لو الهدف ده هيقتل الناس يحققه عادي. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي التفكير الماكيافيلي بيتحول من مجرد فكرة فلسفية لسياسة دولية بتقتل وتدمر باسم المصلحة العامة. أعزائي المشاهدين المصريين وأخواتي العرب في كل مكان، أهلا بيكم. معاكم باسم من قناة هيوكا، والنهاردة هنتكلم عن الماكيافيلية السياسية. اسم ماكيافيلية ده جاي من نيكولو ماكيافيلي، ده فيلسوف وسياسي إيطالي كتب كتاب مشهور جدا اسمه ذا برنس أو الأمير، وقال في الكتاب بتاعه إن الحاكم علشان ينجح لازم يكون شخص ذكي وماكر وما يخافش يستخدم أي وسيلة حتى لو كانت الوسيلة دي قاسية. يعني عنده مبدأ واحد، هو الغاية تبرر الوسيلة. وفي علم النفس الماكيافيلية بيتسمى شخصية صفتها التلاعب والحسابات الباردة والخداع السياسي. والحقيقة أن الماكيافيلي مش مندفع زي السيكوباتي، ده بيحسب كل خطوة بالعقل وبيظهر كأنه بيدافع عن الناس، بس هو في الحقيقة بيدافع عن سلطته الشخصية. علشان تعرف الماكيافيلية بتبقى ازاي سياسة دولة، الموضوع بيبدأ ببساطة. زعيم بيقول أنا بعمل كده عشان مصلحة بلدي، لكن شوف اللي بيحصل بعد كده. أول حاجة بتحصل هي السيطرة على الإعلام. بيبدأ يوجه كل كلامه لصالحه، يخلي الناس تشوف الواقع بعينه هو مش بعين الحقيقة. كمان بيعمل تضخيم للعدو، يخلق دايما خطر وهمي عشان يبرر بيه القمع اللي هو بيمارسه. وتلاقي بيقول احنا في حالة حرب، لازم نكمم الأفواه، لازم الطوارئ، وبيان لك انه هو لو ما عملش الفعل بتاعه ده هيموت ويتدمر. كمان بيعمل تطويع للقوانين على مزاجه، بيعمل قوانين استثنائية وبيستخدمها لمصلحته الشخصية. ده غير طبعا التحالفات الخفية، بيستخدم بقى مؤسسات دولية والاقتصاد، كل ده لمصلحته مش عشان مصلحة الناس. والنتيجة بتلاقي دولة بتشتغل لخدمة الحاكم مش لخدمة الشعب. وهنشوف كمان الدول لما تقتل شعوب كاملة وتدمر دول تانية باسم المصلحة العامة، وكل ده بسبب الماكيافيلية السياسية. الحقيقة إن التاريخ مليان أمثلة كبيرة جدا للماكيافيلية، زي مثل الاستعمار الأوروبي، احتلال دول ونهب ثروات وقتل شعوب، وكانوا بيقولوا إحنا جايين نعلمهم الحضارة. ده كمان غير النظم الاستبدادية اللي في القرن العشرين، عملت إبادات جماعية باسم الأمن القومي والنقاء العرقي. وفي النهاية بعد سنين وسنين من الجرائم والإرهاب والحروب، في بعض منهم اتحاكم، بس اتحاكم إمتى؟ بعد ما راح ملايين الأبرياء ضحايا للمصلحة العامة. في بعض الدول بتحتل دول تانية أو تقتل مدنيين ويقول لك ده ضروري علشان نحمي نفسنا، لكن الحقيقة إن هي بتستغل كلمة المصلحة كأنها مفتاح. المفتاح ده بترتكب بيه أبشع الجرائم الإرهابية، يقصفوا مدن كاملة، يهدموا بيوت، يقتلوا أطفال ونساء، ويقول لك ده تمن الأمن والاستقرار. يغتالوا علماء ويقول لك ده عشان أمننا القومي. والحقيقة إن ده اسمه تجريد الضحية من إنسانيتها، وده بيحصل لما الحاكم بيشوف الناس عبارة عن أرقام مش أرواح. الحقيقة المجتمع الدولي رده بيختلف. في محاكم زي المحاكم الجنائية الدولية بتحاول تحاسب اللي بيعملوا جرائم ضد الإنسانية، لكن المشكلة مش فيها. المشكلة إن السياسة دايما بتدخل في القضاء، والقوي بيضغط والضعيف بيتحاسب. ومع ذلك كل صوت بيوصل الحقيقة هو خطوة في طريق العدالة. لو عايزين نواجه الماكيافيلية السياسية لازم نعرف إن الموضوع مش بسيط، بس ليه حلول. وأولها الوعي الإعلامي. ما تصدقش كل اللي بتسمعه، اسأل، دقق، شوف المصدر. تاني حاجة توثيق الحقيقة، لازم تشوف صور، فيديوهات، شهادات، دي كلها أسلحة ضد التلاعب. كمان الضغط الشعبي والدولي لازم يكون ليهم دور، ده غير طبعا دعم منظمات حقوق الإنسان
اللي لو صوتها عالي ووقفت وقفة جادة هتعمل فرق كبير، لأن دورها نشر الوعي والمطالبة بالحساب. في ناس كتير بتسأل هل المكيافيلي والسايكوباتي واحد؟ الحقيقة لا، المكيافيلي والسايكوباتي مش واحد. هو في تشابه بينهم لأن الاتنين متلاعبين وبارعين في السيطرة، لكن الاختلافات الجوهرية بينهم كتيرة وواضحة. يعني السايكوباتي بيعتبر اختلال شخصي، عنده قلة ضمير وعدم تعاطف حقيقي، عنده برود عاطفي وبيكون اندفاعي أحيانا، عنده ميول عدوانية وسلوك إجرامي ومش بيهتم بالنتائج اللي بتحصل على اللي حواليه. أما المكيافيلي ده عبارة عن سمة حسابية واستراتيجية. الشخص المكيافيلي ده بيتميز بتلاعب ذكي جدا ومنهجي علشان خاطر يحقق مصلحته الشخصية، وعادة بيكون شخص عقلاني بيخطط كتير جدا وممكن يحترم القانون لو القانون ده هيخدم مصلحته. وعلشان نسهل الموضوع أكتر تعالوا نتكلم عن أبرز النقط اللي تفرق بينهم. أول نقطة هي التعاطف والوجدان. السايكوباتي ما عندوش تعاطف، أو التعاطف عنده قليل جدا لا يرى بالعين المجردة. أما المكيافيلي ده بيقدر يظهر تعاطف، بس تعاطف مزيف. كمان من النقط اللي تفرق بينهم هي الاندفاع مقابل التخطيط. السايكوباتي أكتر اندفاع وأكتر عرضة للمخاطر والعدوان، لكن المكيافيلي شخص بارد وحسابي جدا وبيحب يخطط لكل حاجة تخطيط بعيد المدى. كمان من أهم الفروق بينهم هو الدافع. السايكوباتي ممكن يجرح من غير هدف، ممكن يجرح عشان اللذة أو الاندفاع بتاعه، لكن المكيافيلي بيأذي بهدف، وهدفه ممكن يكون نفوذ، مصلحة، أو حتى منفعة. ده طبعا غير نقطة المجال القانوني والإجرامي. يعني السايكوباتي بيميل أكتر إنه يدخل في جرائم عنف وسلوكيات معادية للمجتمع، لكن المكيافيلي غالبا بيبقى ضمن حدود الشرعية والقوانين لو هتخدم مصلحته، أو ممكن يستخدم الخداع بدل العنف، ولو عمل عنف مش بيعمله بإيده هو، وبيعمله باسم المصلحة العامة. كمان الانطباع الاجتماعي. السايكوباتي ممكن يكون عنده سحر غريب كده، أما المكيافيلي اجتماعي جدا، لبق، بيكسب ثقة الناس اللي حواليه علشان يستغلهم. وفي علم النفس زي ما قلنا السايكوباتي بيتناقش كأنه اضطراب ومرتبط بالطب النفسي، لكن المكيافيلي دي صفة شخصية بيقيسها علماء النفس كسلوك استراتيجي وأخلاقي. والحقيقة إن هما بيتقابلوا مع بعض وممكن يكونوا شخصية واحدة، ولو عرفت الشخصية اللي قدامك نوعها إيه هتعرف تقرر تتعامل معاها إزاي. يعني مع المكيافيلي تحط حدود واضحة وقواعد صريحة، لكن مع السايكوباتي لازم تحمي نفسك فورا وتقلل التعرض لمخاطره، تقلل التعامل معاه، تبعد عنه. وفي سؤال مطروح قدامنا دلوقتي وهو مين الأخطر؟ الحقيقة فعلا إن الموضوع محير، مين فيهم الأخطر، المكيافيلي ولا السايكوباتي؟ وعلشان نعرف نجاوب على السؤال ده لازم نعرف إن الموضوع بيعتمد على نوع الخطر. يعني السايكوباتي هو أخطر على النفس وعلى المجتمع، وده لأسباب كتيرة، زي مثلا إن هو ما عندوش أي ضمير ولا إحساس بالتأنيب والذنب. كمان ممكن يأذي ويدمر ويقتل ويخون من غير ما يرمش له جفن. كمان الخطر بتاعه مباشر وسريع جدا، مفيش عنده حدود أخلاقية ولا عواطف تمنعه. كمان أحيانا بيتلذذ بالأذى، وده بيخليه خطر فعلي على الحياة. أما المكيافيلي فهو الأخطر على المدى البعيد، مش بالضرورة يكون بيأذي بإيده، لكنه بيتلاعب بعقلك وبمصيرك بخطة عبقرية جدا. كمان خطره مش بس في التعامل العادي، خطره سياسي واستراتيجي أكتر جدا. يعني يقدر يستخدم الناس كأدوات ويخليهم يعملوا اللي هو عايزه وهم فاكرين إن هم اختاروا كده. والحقيقة إن المكيافيلي أذكى من السايكوباتي في العادة، وبيعرف يستخبى ويداري النوايا كويس جدا. الخطر بتاعه هادي وبارد وممكن ما تكشفهوش إلا بعد فوات الأوان. الخلاصة هنا إن الاتنين بيلعبوا نفس اللعبة، تلاعب والسيطرة. يعني السايكوباتي عنده خلل نفسي، ما عندوش ضمير وممكن يأذي لمجرد اللذة والسيطرة. المكيافيلي عنده ضمير بس مزيف، بيحسب كل حاجة بعقله وبيأذي لو هيكسب من وراه. السايكوباتي خطر مباشر جدا وبيكسر القواعد عيني عينك. أما المكيافيلي خطره بارد، بيمشي على مهله وممكن يكسر القواعد لمصلحته. ولو هنتكلم عن الخطر المباشر على الحياة والنفس فالسايكوباتي أخطر، لكن لو هنتكلم عن الخطر البارد والماكر اللي بيهدد العقل والوقت فالمكيافيلي أخطر على المدى البعيد.
الحقيقة أن المكيافيلية في السياسة علمتنا دروس كتيرة جدا، وهي أن لما المصلحة تبقى أهم الإنسان هو اللي بيدفع الثمن، وأن السلطة لو ما فيهاش شفافية وعدالة بتتحول لسلاح ضد الناس اللي صنعتها بإيديها. علشان كده أنا عايزك دايما تفكر لما حد يقول لك ده لمصلحة البلد، اسأله بلد مين ومصلحتي اللي بتتكلم عنها.